السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بسعادة وخير وهنا. طبعا يا جماعة انا في حيرة كل يوم هنعمل اكل ايه، فقلت افطر معاكم ونفكر بالراحة كده هنعمل اكل ايه. دي كانت سندوتشات محمد كان جايبها لي، سندوتشات فول. قلت كده اكل السندوتش وافكر يا ترى هعمل اكل ايه، يا ترى اكل ايه هيدفينا النهارده، لاني النهارده بقى يا جماعه الدنيا كانت بصوا مغرقه بره، الدنيا نطره يعني. انا قمت على الساعه 9 الصبح كده، لقيت الشبابيك بصوا بتخبط بترزع في بعضها من النطره والرعد، فيعني الحمد لله. وهنا بقى فكرت كده، قلت هخش المطبخ اشوف ايه اللي ورايا. لقيت لك الطبق ده، بصوا هيتكسر اصلا يعني، مع اني والله العظيم ما عملت له حاجه، انا غسلته وحطيته، لقيته طرشه 4 حتت كده قدامي، هوريهولكوا دلوقتي. بصوا هنا غسلت الطبق ونضفت طبعا الحوض، وقلت اشوف هعمل اكل ايه، برضك لسه ما فكرتش. بس انا بغسل الطماطم دي، مش عارفه كنت بغسلها ليه، ما علينا. هقطع الطماطم، لان انا هعمل النهارده على ما اعتقد شاورما. بس هو فين يا جماعه الحته اللي كنت فيها بطلع الشاورما من التلاجة؟ على ما اعتقد انا حطيتها بعد دي. عادي عادي هوريكم دلوقتي، ما علينا. هنا فضلت الطماطم قطعتها، او شفتوا طلعت بقى هنا من الفريزر الشاورما وهنعملها مع بعض. وقطعت الطماطم زي ما انتوا شايفين، وهنا بقى على النار قمت حطيت معلقه سمنه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات كده. وهنحط دلوقتي بقى ايه، وهنعمل مكرونه محمره، مكرونه مبكبكه. قلت اعمل حبه مكرونه مبكبكه واعمل الشاورما، شاورمه الفراخ، واي حاجه بقى كده ايه تدفينا كده ومش اشكال يعني. فهنا حطيت نص كيس المكرونه. طبعا ما بحطش كيس مكرونه كامل لان احنا محمد بس، فيعني ملهاش لازم احط كيسين مكرونه كيس مكرونه يعني، عشان احنا ما بناكلش اصلا يعني. هو طبق وانا طبق، وطبق كمان بيفضل، فيعني ايه ده كده حلو علينا قوي يعني. صلوا على النبي بقى كده وادعوا لنا كده ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه، وحطوا لي اللايك. امانه عليك يا اختي اللي بتتفرجي لا تحطي اللايك. بصوا بقى هنا كنت مقطعه بقى الطماطم كلها، قمت نازله هنا بايه، اللهم صل على النبي، بطماطمايه كده نص الطماطم، وفضلت اقلب فيها عشان المكرونه تاخد من طعم الطماطم وتبقى حلوه كده. قمت حاطه برضك حبه فلفل اخضر هنا برضك قطعته، عشان برضك الفلفل ياخد من طعم الطماطم وايه والمكرونه يعني تبقى مكرونه ليها طعم كده. وهنا بقى ايه هقوم نازله، هكون سخنت الكتل بتاعي. لما المكرونه تتحمر على مهلها كده هنقوم نازلين بايه، بالميه السخنه طبعا زي ما انتوا عارفين اهو كده، شايفين نزلنا بالميه السخنه كده. وهنسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضيها ونغطيها، ويلا نعمل بقى ايه يا حلوين، الشاورما. على ما اعتقد ان انا هحيقها باين ولا مش هحيقها، هحيقها. بصوا حطيت هنا فلفل اسود وحبه ملح، وهحط مرقه ماجي برضو بس مش دلوقتي، شويه كده لما ايه، لما ادوقها الاول، عشان خفت لحسن احط مرقه ماجي تبقى حادقه. بصوا اهو، وهغطيها بقى كده، خليها مع نفسيها بقى كده، ويلا نعمل احلى شاورما بقى. شايفين يا جماعه حاطين كده ايه، معلقه سمنه كبيره حلوه كده. بصوا المعلقه هنا وقعت، بس السمنه كانت الحمد لله لسه ما سخنتش فما اتلسعتش ولا حاجه. بصوا، وهنا بقى قمت جايه حاطه ايه بقى، الشاورما على طول. وعلى فكره انا غسلاها عشان ايه، عارفه الكومنتات السلبيه. انا قطعتها، هي اصلا كانت فيليه، كنت بعمل فيليه كان نص كيلو، ولقيت 3 حتت كده فايضين، او باين كان 4 حتت على ما اعتقد يعني. قمت ماسكاهم مقطعاهم لحد ما بصوا بقى شاورما، وقمت غسلاهم وقمت حطاهم في ايه، في الطبق، وشايلاهم في التلاجة، وقلت ابقى اعملهم اكله يعني ايه، حلو التوفير يعني. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بالبصل والفلفل الحراق
وفلفل رومي. انا قطعت فلفلايه حراقه وفلفلايه رومي، لا فلفلتين رومي، بس انا حطيت الفلفلايه الرومي التانية في المكرونه. بصوا بقى شكلها ولا ريحتها تفتح النفس. بصوا بقى هنا قعدت اقلب كده فيها، قمت نازله بالطماطم برضو كله عليها عشان تشرب من الايه، من الحاجه. على فكره كان طعمها تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم ان احنا كلناها ومحمد عجبته قوي، قال لي اعملها لنا على طول. يعني تحفه، كانت تحفه. بصوا اللي انا وريتها لكم دي شاورمه، خلطه الشاورما. كنت جايباها والله من بقالي كتير، يعني ما بنعملهاش كتير يعني. كنت جايباها وافتكرت ان هي عندي، فقلت هحيقها بيها، مش هحيق باي توابل تاني. وحطيت منها معلقتين كبار كده، وايه، وحطيت حبه فلفل اسود صغيرين، وهحط حبه ايه تاني، على ما اعتقد ملح باين، او باين انا خفت احط ملح لحسن تكون حايقه. وايه، هدوقها الاول بس لما تستوي. ايوه انا قلت لما تستوي ادوقها الاول. فهنا قعدت اقلب فيها كده واشوح فيها لحد ما يبقى لها صاحب يعني. وفضلنا هنا نقلبها كده، وبعد كده هنسيبها بقى. لا اقسم بالله انا ما فاكره اصلا، يلا ما علينا. هنا قلبناها عشان الخضار كله ينجانس مع بعض وكده. وبعد ما اتقلبت كده مع بعضيها، هنقوم مغطيينها بقى. مش هنغطيها ولا ايه يا وليه؟ حطوا اللايك بالله عليكم يا جماعه. عادي بقى يا جماعه بقى، عادي، احنا بقينا اسره واحده كده بقى. ايه، انا كده بعمل لكم تمام يعني. هي كده بقت زي الفل. هنا غطيناها بقى بعد ما قلبناها وحيقناها وخليناها زي الفل. نرجع للمكرونه بتاعتنا تاني. كانت بقى استوت، وبصوا بقى يا لهوي كانت طعمها تحفه تحفه. عايزه اقول لكم كانت حاجه كده جامده. هنقوم محيقينها بقى. بصي هنا دقتها لقيتها ناقصه ايه، ماجي. هنحط حبه ماجي. ده بطرمان الماجي ده امي جايبهولي، ربنا يخليها ليا والله. بص حطيت لي ايه، حطينا حبه ماجي اهو، وايه، ودقناها كده لقيناها جميله. بصي جميله جميله جميله. هنقوم دلوقتي بقى ايه، غرفين احلى طبق مكرونه. عشان الصراحه انا كلت، انا كنت جعانه فكلت. بصوا بقى احلى طبق مكرونه تكليف حياتك بقى. بصي الجمال وبصوا الحلاوه وبصوا هي عامله ازاي. يا سلام، نفسي كنت ادوقها لكم والله يا حبايب قلبي. وبعد كده بقى قلت بقى اوريكم الشاورما وجمال الشاورما وحلاوه الشاورما بعد ما استوت. بصوا دقتها بقى، بصوا كنتش عايزه اصلا الفيديو يخلص. بصوا دقتها، يا سلام على الحلاوه. بصوا، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، لا جامده. طبعا يا جماعه مش عايزه اطول عليكم، واذا كان عجبكم ما تنسونيش في اللايك وفي